إلى أبو سلة أثناء محاولة الجيش توقيفه، إلا أن إرث الرجل لم ينتهي، بل استمر مع معاونه ميم زعيتر. فمن الشراون إلى بيروت استمر الرجل بتجارة المخدرات. شبكة اليوم أشبه بكارتيلات كولومبيا. يلا معك. إسقاط ذراع الشبكة الأساسية يبدأ من رواية أحد مخبري أمن الدولة الذي كشف عن مستودع على سطح أحد المباني قرب مدخل مخيم شتيلة لناحية شارع الرحاب يتم توزيع المخدرات منه. فبدأت المديرية عملية الرصد وتتبع أرقام الهواتف لمعرفة مصدر المخدرات ووجهتها النهائية، وطبعا توقيف جميع أفراد الشبكة. نتيجة الملاحقات تبين وجود حقول ومصانع في البقاع تحت رعاية كبير العصابة ميم زعيتر. هناك تحضر المواد وتوضب وتنقل باتجاه مخزن شتيلة ليتسلمها أمين المستودع علي ميم ويوزعها على الوكلاء المعتمدين لترويجها بين طلاب الجامعات. داهمت القوة الضاربة في أمن الدولة المبنى حيث المستودع والمباني المجاورة، فتبين حجم المخدرات المعدة للترويج: 112 طبي وعلبة كوكايين، 368 جراما من الكوكايين، 4 أكياس من الحشيش زينتها 8 كيلوغرامات، 6 أكياس سيلفيا زينة 3 كيلوغرامات، 20 ظرفا من الحشيش، 50 كيس كبتاغون مختوم، وأعتدة وأسلحة عسكرية. وقف! خليني اشوفك، تعال هون. أوقف علي ميم أمين المخزن ليعترف بكل هذه التفاصيل، إضافة إلى امتهانه أعمال السرقة والتشليح والسلب بقوة السلاح، وأنه منذ عام إلى اليوم سرق أكثر من 120 دراجة نارية من بيروت وضاحيتها الجنوبية. كما زود المديرية لائحة أسماء تعمل أمن الدولة على ملاحقتهم حماية للمجتمع والطلاب.